كيفك يا طاهر؟ بعد آخر مرة إحساسك شلون؟ شفت كيف طلع في نقاط كتير مشتركة بيننا؟ كلمة مرتي لنفس المرة منقولها، وكمان كلمة ابني لنفس الصبي منقولها. حتى أنت اللي فكرت أمك طلعت مو أمك، واللي فكرته أبوك طلع مو أبوك مثلي. مو طبيعي ما هيك؟ بس هذا مو ذنبك بنوب، كله بسببك أنت، ولا لا يا أبي؟ اترك المسدس فيدات. ليش؟ بدك تحمي هذا الزلمة يلي قتلت له أمه وأبوه من زمان؟ هي كفارة مو هيك؟ ليك أنا قلت لك مرة بزماني، رصاصتي ما بتخيب. لا يا أبي لا. لآخر مرة عم قولها، نزل سلاحك. هالمشهد شايفه. الحياة شريط ممل بضل بتكرر دائما، ما هيك يا طاهر؟ عم قل لك نزل سلاحك. عم تعمل كل يلي بتقدر عليه لتحميه من الموت، وعم تستعمل كل قوتك مشان طاهر ونفس يضلوا مع بعضهم. ليش؟ لأنك قتلت أمه وأبوه، عم بتكفر عن ذنبك مو هيك؟ هيك عم بتعوضه؟ حلو كتير. طيب وشو مشان ذنبك معي أنا بابا؟ ها؟ وكفارة ذنبك معي شو هي؟ أمي انحرمت منها بسببك أنت، هي تركت البيت. هذا ما بتعتبره قتل كمان؟ قتلت لي أمي، وأنا ذبحت أبي لما كنت صغير بإيديك أنت. كنت طفل أنا، شو ذنبي؟ ما في كفارة لذنبك أنت معي. وين كفارة ذنبك مع ابنك؟ جاوب، وينها؟ يلا قوس، يلا شبك بسرعة، قوس. سبق وعملتها وبرجع بعملها. بعرف فيك تعملها. يلا فيدات، قوس يلا. أنا مستحيل أخدمك هالخدمة بابا، أنت ما بتستاهل ترتاح. لك ليش؟ لك ما قلت لك يا فيدات؟ قلت لك رصاصتي ما بتخيب. ليش اضطريتني اعملها؟ اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.